الدكتورة زينب صلاح سليم، رئيس وحدة القلب في مستشفى 57. العيانين هنا الحمد لله رب العالمين يعني معظمهم بيتحسنوا على العلاج. في بعض الأطفال بيبقوا الحالة بتاعتهم بتبقى حرجة، ساعات بتستدعي إن هو يدخل الرعاية، وفي بعض الحالات إن احنا بنبتدي نجرب لها الأدوية الجديدة بتاعة القلب. الحمد لله رب العالمين احنا ماشيين على كل الجديد في أمراض القلب. الجمعية الأوروبية لسنة 22 منزلة تعليمات جديدة لكل مرضى القلب، واحنا ماشيين عليها الحمد لله. ومن ضمن التعليمات الجديدة دي في أدوية جديدة، أدوية مكلفة جدا جدا جدا، بس نحمد ربنا إننا في بعض الأطفال اللي هم بيقولوا خلاص ده نهايتهم، يعني كنا زمان نقول ما لهمش أي علاج خالص. الحمد لله رب العالمين في نسبة مش قليلة اتحسنت، يعني بسم الله ما شاء الله تحسن جامد جدا جدا جدا. أنا عندي واحدة يمكن 23 سنة ومامتها جاية بتقول لي البنت كانت عندها استسقاء في البطن فظيع فظيع، أكنها واحدة حامل 9 أشهر، دلوقتي بقت زي الفل، وبتقول لي متقدم لها عريس وممكن أخليها تتجوز ولا لأ. فيعني قد إيه فرحت بحاجة زي كده، إن عيانة كانت بنقول نو واي إنها تتحسن وان انا الاقيها بالمنظر دون، فده طبعا تحسن بالغ. وطبعا اكيد 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 الاهل حاسين قد ايه المجهود اللي بيتعمل معاهم، وخاصه الحالات دي بالذات، الحالات دي بالذات اللي كانت واصله ل يعني درجه من التعب جامد جدا جدا، كرشة نفس وزرقان، وكل شوية يجوا المستشفى وكل شوية يخشوا الICU. الحالات دي كلها ابتدت تحس بالتحسن التدريجي معاها مع بداية العلاجات. فنشكر 57 على الخدمات اللي هي بتقدمها للعيان والمتابعة للمرضى.